لتزيد من قدرتنا على مواجهة تحدياتها وصعابها الطارئة التي لا تحتمل التردد أو أنصاف الحلول. إن تماسك جبهتنا الداخلية وصلابتها ضرورة وطنية كي نواجه التحديات والصعاب التي تعتري مسيرة الوطن، لندرك إلى أين نتجه وكيف نمضي نحو المستقبل الآمن المطمئن بعطاء وطني متواصل تحققه سواعد المصريين جميعا على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم دون تفرقة أو تمييز، لنعمل جميعا من أجل مصر في تكاتف وتعاون وتوجه جاد نحو مواقع العمل والإنتاج، والتفاف حول هدف واحد هو أن مصر أولا نضعها في قلوبنا وعقولنا ونفتديها بكل عزيز وغال في وعي كامل لما تواجهه من تحديات تستهدف النيل منها ومن وحدة شعبها وتاريخها الحضاري. إن الشعب الذي رفض الهزيمة عام 67 وحقق نصر أكتوبر المجيد عام 73 قادر على تخطي الصعاب وصنع التاريخ بتكاتفه وتآلفه وتعاونه والتفافه حول راية الوطن. من هذا المنطلق فإن المصريين جميعا شركاء في وطن واحد يعيشون آلامه وآماله، تجمعهم مبادئ وقيم وتقاليد عريقة ومصير وهدف واحد، إيمانا منهم بأن الدين لله والوطن للجميع. إننا عازمون على المضي قدما في بناء مصر دولة مدنية حديثة قوية بشعبها وجيشها ومؤسساتها الأمنية والقضائية الساهرة على مصلحة الوطن والشعب، مدركين لركائز بناء القوة القادرة على حماية الوطن وصون مصالح شعبه، ركائز يخطئ من يستهين بها أو يتجاهلها. إننا ماضون على طريق ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، ووضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية يختاره الشعب طبقا لما سبق وأعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إن الاقتصاد المصري يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، ولقد استطعنا خلال الأشهر القليلة الماضية تجنيبه المحن والأزمات التي كادت أن تعصف به، وأثبتنا قدرتنا على مواجهة تلك الأزمات بإجراءات متعددة وبإمكانات وطنية خالصة وموارد وجهود ذاتية. إننا حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم نبادلها احتراما باحترام وتعاونا مشتركا لصالح شعبنا وشعوبهم في التزام كامل بكافة المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية، وتمسك بالحفاظ على إرادتنا الحرة. ولسوف تظل مصر تطلع بدورها التاريخي في منطقتها والعالم، وهو دور يستمد قوته من مكانتها وتاريخها وموقعها وحضارة شعبها. سوف نواصل جهودنا ودعمنا لعملية سلام الشرق الأوسط، واضعين تحركنا على الصعيد العربي على رأس أولويات سياستنا الخارجية، ولن نتردد في اتخاذ مواقف تدعم التعاون بين مصر وشقيقاتها العربيات. نساند قضايا أمتنا في كافة المحافل الدولية ونحمي أمنها القومي وندافع عنه في مواجهة أي محاولات للنيل منه. إننا نضع تحركنا على الصعيد الإفريقي في مقدمة اهتماماتنا واهتمامات سياستنا الخارجية، ونولي اهتماما كبيرا بعلاقات مصر بدول حوض النيل تقوم على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة. إننا واثقون من قدرتنا على التوصل إلى رؤى مشتركة تحقق أهدافنا الوطنية. إننا عاقدون العزم على مواجهة تحديات الداخل والخارج بقوة لا تلين، واثقين في قدرتنا على التغلب عليها بروح أكتوبر التي قويت على الصعاب وحققت النصر التاريخي المجيد.
إننا مواصلون تطوير وتحديث قواتنا المسلحة لتظل الدرع الواقي للوطن والحصن المنيع للشعب ولرجالها. أوجه تحية الإعزاز والتقدير لدورهم الوطني الذي يطلعون به، وهم يرابطون على الحدود وفي كل المواقع يحمون مصر أرضا وشعبا، مؤكدين أن كرامة مصر من كرامة مواطنيها، ولدورهم في تقديم الحماية الكاملة للشعب خلال ثورة 25 من يناير، وحفاظهم على الممتلكات العامة والخاصة في إيمان كامل بأنه لا تفريط في أمن مصر واستقراره. حمى الله مصر ووقاها شر الفتن ورعى شعبها العريق وأيده دوما بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.